بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصحة. إيه أفضل طرق التواصل لو السمع ضعيف عند كبار السن؟ لو السمع ضعيف عند كبار السن، أول حاجة لازم نعرضهم على الدكتور. دي خطوة مهمة جدا، إن ممكن الحل يبقى بسيط، ممكن يبقى عندهم شمع في ودنهم، ممكن ودنهم محتاجة بس تنظيف. ممكن بقى تبقى مشكلة كبيرة، ممكن يبقى مشكلة مثلا في العصب بتاع الودن، ممكن يبقى محتاج يركب سماعة. فلازم رقم واحد العرض على الطبيب. طب لو المسن ده عنده مشكلة في السمع، أتعامل معاه إزاي؟ لو ضعف شديد لازم احنا نتكلم مع المسن ده بصوت واضح وهادي، واتكلم ببطء بشويش جدا، وبلاش بقى نصرخ. هتلاقي اللي بيتكلم مع المسن اللي عنده مشكله في السمع ده هتلاقيه عمال يصرخ، ومع ذلك المسن ما بيسمعوش. فهو لا، مش كده، هو احنا بنتكلم بصوت واطي، صوت واضح هادي بطيء، هتلاقي المسن يبتدي يسمع. الحاجة التانية، الجمل برضو تبقى قصيرة وجمل بسيطة، يعني بلاش أقول جمل طويلة، مش هيركز معاك ومش هيستوعبها. الحاجة التانية، أنطق الكلام بوضوح، ولازم برضو المسن يبقى قاعد قصادي في وشي كده تماما، عشان ده بيساعد إن هو يقرأ شفايفي. لازم برضو يبقى حوالينا ما يبقاش فيه زيطة، نقلل الضوضاء على قدر الإمكان، ما يبقاش فيه تلفزيون شغال، ما يبقاش فيه ناس بتتكلم جنبنا، عشان ما يحصلوش تشوش ويقدر يركز معاك. ممكن استخدم كمان اشارات باليد، اعبر بوشي عشان يقدر، ده بيسهل ان هي المعلومه توصل. لو برضه مش يعني عنده بقى ضعف جامد في السمع وبرضه مش قادره اوصل له المعلومه، ممكن اضطر اكتب اللي انا عايزه اوصله له على ورقه، او مثلا على موبايل او تابلت لو برضه مش فاهمني. لو برضه لسه مش فاهم، ممكن اعيد تاني صياغه الكلام، او اقوله بطريقه ابسط او بكلمات اقل، ده ممكن برضه يقدر يوصل له المعلومه بشكل افضل. ممكن العيان يستخدم سماعة، وطبعا ده لازم الدكتور هو اللي يبقى واصف له السماعة دي. في ابلكيشنز على السمارت فون بتحول الكلام المنطوق لنصوص مكتوبة، فدي برضو هتساعد ان هو يبقى يعني يتواصل معانا كويس. هي المشكلة التواصل، انا عايز يبقى في تواصل. المسن اللي عنده مشكلة في السمع ده ممكن يأثر على تواصله مع الآخرين، ممكن يدخل في عزلة واكتئاب نتيجة ان هو مش عارف يتواصل. فلا، لازم نحل المشكلة دي عشان يقدر يتواصل بشكل افضل. مهم جدا اديله الوقت للرد، ما استعجلوش خلاص، عشان هو هياخد وقت اطول من غيره. لازم نراعي الجانب النفسي، ما تعصبش عليه، ما عليش صوتي عليه. فكل الحاجات دي مهمه، كل الحاجات اللي قلناها دي بتساعد ان هو يقدر يسمعني افضل ويتواصل معايا بشكل افضل. وطبعا بتمنى لكم حياه صحيه خاليه من الامراض، ومستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.